جاتوه شاتوه بأبسط طريقة، حلو جدًا، جدًا هيعجبكم. زي ما أنتم شايفين كده الصوص بتاعه بيلمع، أنا ما حطيتوش على النار ولا حطيت زبدة ولا حطيت كريم شانتيه ولا حطيت شوكولاتة خام ولا كريمة لباني ولا أي حاجة، مكونات اقتصادية جدًا تقريبًا في كل بيت، وزي ما أنتم شايفين الكيكة هشة وتحفة وطعمها كمان كان طاعم جدًا، جدًا ولذيذة جدًا، وإن شاء الله تعجبكم، لازم تجربوها. لو بتشوفوني لأول مرة اشتركوا في قناتي هاوفّر عليكم كتير أوي، وزي ما أنتم شايفين كده بُصّوا يعني سايحة وروعة، روعة بجد، وكان طعمها تحفة جدًا، خلصت أصلًا كلّها في يومها. يالّا بينا نبدأ على طول بقى في الوصفة بتاعتنا. أنا جبت كوباية زيت كده حطيتها في الكبة أو في الخلاط زي ما تحبي، وجبت كوباية سكر، كوباية إلا معلقة تقريبًا لإن مش باحب السكر كتير يعني، وجبت كوباية إلا ربع كاكاو خام. لو تلاحظوا الكاكاو عندي لونين، أنا جبت اللون الفاتح واللون الغامق علشان يعني أوازن الطعم كده مع بعض. وكمان الصوص بتاعي ما يطلعش ممرر وما يطلعش برضه فاتح، وجبت كوباية إلا ربع من اللبن حطيتها برضه على الميكس ده، وهابتدي إن أنا أضرب بالكبة. لو انتوا حسيتوا إنه الخليط دوّة شوية معاكم خفيف كده ما فيش مشكلة، زودوا معلقتين زيت كده والّا حاجة، هتلاقوه ضبط معاكم كده وتقل. وده بقى كده شكله بعد ما ضربناه، زي ما انتوا شايفين كده طالع حلو وبيلمع وتقيل جدًا تحفة. أنا بقى هاشيل منه دلوقتي كده حوالي كوباية إلا ربع، ما علينا من الصبع اللي عدّى. هنشيل كده كوباية إلا ربع، كوباية إلا ربع تقريبًا، أنا شيلتها في كوباية الكاكاو اللي أنا كنت حاطة فيها كاكاو قبل كده، وهاخلي بقية الميكس هاحط عليه بيضتين 2 بس، بيضتين 2 بس يا جماعة، وطلّع لي كيكة حجمها حلو أوي وكانت هشة وزي ما انتم شفتوها كده. وهاضيف عليهم كوباية واحدة بس دقيق ممسوحة مش مكبوسة، وطبعًا الفانيليا ديّة مش بنستغنى عنها في أي وصفة فيها بيض. أنا كان عندي السايلة، لو أنتِ عندِك البودر ما فيش مشكلة حطيها. بعد ما حطيت الدقيق بقى هاحط معلقة واحدة من أي baking powder عندِك، بس أنا بافضّل كيك شيف بيحافظ عليها تقريبًا من يومين ل3 كده بتفضل تقريبًا محتفظة بحالتها. ده بقى كان chocolate chips كده عندي، ده اختياري بس هو بيعلّي الtaste أوي، فلو عندِك حطي منه معلقة هو مش غالي خالص، يعني أنا كنت جايبة تقريبًا ب5 جنيه ودخّلته في وصفتين 3. ده بقى شكل الميكس كده بعد ما انطرب بتاع الكيكة. أنا جبت معلقة من الطحينة دهنت بيها القالب بتاعي بتاع البايركس، لو ما عندكيش طحينة هيبقى المعتاد اللي هو سمنة على رشة دقيق ما فيش مشكلة. وكنت طبعًا ساعتها بقى كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 180 مئوية 10 دقايق تقريبًا، بحيث إن أنا بعد ما أحط كده الخليط بتاع الكيكة بتاعتي في القالب أحطه على طول في الفرن، ويكون الفرن يعني متسخن من قبلها. أنا حطيته بقى كده وسويته، ده قالب متوسط يعني، وقعدت معايا في الفرن تقريبًا تلت ساعة، نُص ساعة ل5 دقايق لو فرنِك واطي، وطلعت بالشكل الحلو ده، طلعت حلوة جدًا. أنا اختبرتها وهي جوّه الفرن بالطريقة اللي هاوريها لكم دلوقتي، بالعصاية بتاعة الشيش أو أي سكينة طرفها رفيّع، لو طلعت معاكِ نضيفة يبقى كده الكيكة دي استوت. طبعًا أي كيكة ما ينفعش تفتحي عليها قبل تلت ساعة. طبعًا اتأكدت إن هي استوت وهي في الفرن، بس أنا حبيت أوريكم يعني التركاية دي دلوقتي. جبت بقى الكوباية إلا ربع الصوص اللي أنا حُشتها كده في الأول، بُص مش راضية تنزل من كتر ما هي كده تقيلة وحلوة فعلًا، كانت حلوة جدًا، واللمعة اللي فيها يعني وكان طعمها غني جدًا، كأني بقى حاطة لها زبدة وكريمة وحاجات أنتم شُفتوا يعني عملنا حاجات بسيطة جدًا، بس بجد هتشرّفِك قدّام ضيوفِك وهتعجب ولادِك، وبألف هنا وشفا يا رب. أنا استنيت طبعًا لمّا الكيكة كانت بردت، ما ينفعش إن أنتِ تطلّعيها من الفرن وتقومي جاية حاطة عليها كده الصوص على طول، لأ لمّا تبرد تحطّي عليها، أو على الأقل لمّا تبقى دافية. بصراحة أنا باحبها وهي دافية عشان باحس إن هي كده بتشرب منه سِنّة، بس ما ينفعش تطلع من الفرن تحطّي عليها صوص على طول، ده ما ينفعش. وبعد كده بقى قطّعتها زي ما أنتم شايفين كده، وبألف هنا وشفا، بجد وصفة تحفة، موفّرة جدًا، لازم تجرّبيها، هتشرّفِك قدّام ضيوفِك لو جاي لِك ضيوف، آمم هتعجبِك أنتِ ولادِك، يعني بألف هنا وشفا يا رب. لو لسه ما اشتركتيش في القناة مستنية إيه؟ اشتركي في القناة أنا هاوفّر عليكِ كتير.
وطبعا حطيه اللايك الجميل بتاعك، وشكرا على حسن المتابعة، ونتقابل في وصفات تانية ان شاء الله كده الايام اللي جاية، ونوفر على بعض كده ان شاء الله على طول كده، وصفاتنا دايما كده موفرة وحلوة، ونكون عند حسن ظنكم بإذن الله.